مساء الخير على الجميع. من ساعة المقولة التاريخية للعميد الكابتن حسام حسن، احنا عندنا محترفين وربع، وبسم الله ما شاء الله، من يوم ما قالها لا الاتنين وربع شايفين قدامهم ولا هو نفسه شايف قدامه. رحنا بطولة ودية اتفضحنا فيها وحصلنا فيها على المركز الثالث بضربات الجزاء باين، وبعدين جينا في الكان قدمنا مستويات لا ترتقي إلى مستوى منتخب مصر المعروف عنه، ان منتخب مصر لما بيروح بطولة بيبقى منافس قوي ومرشح من ضمن المرشحين الأقوياء للحصول على اللقب. المنتخب المصري لكرة القدم يخسر أمام المنتخب النيجيري بضربات الجزاء الترجيحية، ويحصل على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. وزي ما قلت لك، بطولة للنسيان بكل عواملها وبكل أحداثها بكل تفاصيلها بكل اللي حصل فيها، من تصريحات الخزعبلية بتاع الكابتن حسام حسن اللي كادت أن تعمل شقاق بين شعبين عربيين. يعني المفروض الكرة تجمعهم، الكرة بتقرب الشعوب بتوحد الشعوب، ولكن الكابتن حسام بتصريحاته الخزعبلية اللي ملهاش اي علاقة بالكرة، ما يتكلمش فني، ما يتكلمش انا ليه خسرت، ما يطلعش يقول انا ليه عمل ايه اللي حصل في المباراة، ينتقد نفسه ينتقد لعيبته ايه الاخطاء، لا طالع يجيب لك عوامل بعيد جدا عن كرة القدم، وكأن العوامل دي هي اللي خسرته الناموس ومش عارف حاجات بجد والله. يعني لو بتحكيها لحد يقول لك ازاي ده يدرب فريق بحجم منتخب مصر. كابتن حسام حسن، يا ريت كفايه عليك او كده، بلاش كل شويه طلع علينا انا عملت، انا وصلتكم لكاس العالم، انا مش عارف ايه، ووصلتكم لكاس الامم. اقسم لك بالله العلي العظيم لو ما فيش مدرب واللعيبه دي بتلعب بمزاجها لكانت عملت اداء وصعدت كاس العالم وصعدت لكاس الامم، يعني باداء احسن من كده 100 مره. لانك انت يعني بتجب علينا، مثلا انت طالع، يعني مثلا انت وصلتنا ببلاش، ما انت بتاخد مقابل يا حبيبي. انت مش متطوع جاي مثلا من نفسك كده تقول انا بدرب منتخب مصر. على الاقل يا اخي لما قلنا حلم طولان كان بيقول لك انا ما خدتش ولا مليم، لا انت من العشرة، من اكبر 10 رواتب في كاس الامم، يعني بتاخد، حتى بتجيب لاخوك معاك في اي حته رايح بيها كانه مفروض علينا في اي حته، ماشي رايح جايب اخوك، يعني انت بتاخد اخوك بياخد، انت مش بتجب علينا، مش بتدرب المنتخب علشان حبا في الوطنيه والكلام بتاعك لهبل ده. لا شبعنا بقى، شبعنا من الكلام ده. احنا عايزين حد يا اخي، انا عايز واحد يكون جاسوس ويجي يدرب المنتخب ويعمل شكل وهيبه للمنتخب المصري. الشكل اللي شفناه في الكان الاخيره ده، لا ده مش شكل منتخب مصر، ده شكل منتخب جاي يعني من ادغال افريقيا، وبيقدم كوره اتنست من 20 سنه. اللعب ان انا العب واعمل تكتل والعب على المرتده قدام الدنيا كلها، يا راجل ده انت قدام بنين كنت بتلعب على المرتده، لحد هدف الجون الثاني كنت بتلعب على المرتدات، ما فوقتش الا لما خلاص جبت الجون الثاني وابتدى بقى خلاص الوقت يضغطوا وهم هاجموا فتحوا، عرفت تجيب الثالث وانتهت المباراه. قدام السنغال فضيحه، لا فضيحه، طوال ال 90 دقيقة مفيش كورة، مفيش أي حاجة، مش عارفين نطلع بكورة، مش عارفين ننظم هجمة. فيا ريت بقى ادعاء الوطنية وإن أنا طالع وخدت المسؤولية، لا يا حبيبي أنت مش قد المسؤولية باللي أنت عملته ده، أنت مش قد المسؤولية. يا ريت بقى من أول وجديد كده نهدى، ويكون في استراتيجية ويكون في أهداف واضحة، إحنا عايزين إيه بالشكل ده وبالأداء ده، إحنا ما نروحش كأس العالم. يا ريت يكون في اعتذار، لأن لو رحنا إحنا هنتفضح بامانه وبكل يعني بكل شفافيه. المنتخب بالشكل والاداء واللي حصل في الكان ده، لو رحنا كاس العالم احنا هنرجع بفضيحه. يا ريت يعني ما نروحش، يبقى افضل لنا ونحفظ ماء وجهنا وانتنينا هنا لو هنستمر بالكابتن حسام حسن واختيارات الكابتن حسام حسن اللي على مزاجه، اللي بيحب ويكره، اللي بينزل مهما كان مستوى اللاعب بينزله. يا عم ايه الداعي، ايه اللي انت بتعمله ليه يا عم؟ ما بتفكر في مصلحه ناس هم اساسا بيضروك مش بينفعوك. اللعيبه ديت ما هي لو مش في مستواها هتؤثر على المنتخب، وبالتالي هتؤثر على نتائج المنتخب، والمسؤوليه هتيجي كلها عليك انت، لانك انت المتحمل المسؤوليه. وكل شويه طالع انا وصلت. انت وصلت ايه يا كابتن حسام؟ انت في مجموعه فيها فرق، لو ما كنتش وصلت كاس العالم المفروض كنا نوقفهم كده في ميدان عام ونضربهم بالنار لو ما وصلناش من المجموعه دي. انت بتلعب في مجموعه كان اقواهم بوركينا فاسو يا كابتن حسام، بوركينا فاسو كانت المنافس بتاعك، كان بوركينا فاسو. ما تقوليش بقى انا صعدت وانا عملت، صعدت بايه؟ صعدت بايه يا راجل؟ ده في مدربين والله العظيم احنا كنا بننتقدهم، لا دلوقتي لا، فين ايامهم؟ وصلنا لمرحلة ان احنا بنقول فين ايام اللي احنا كنا مفكرينهم فشلة بعد ما شفنا الفشل الحقيقي في البطولة دي.
بسبب الكابتن حسام واختيارات الكابتن حسام ومجاملات الكابتن حسام. انت ما بتقدرش تغير لعيب بعينه انت عارفه، او لعيبه بعينها انت عارفهم، حتى لو مش في مستواهم، حتى لو بره مستواهم، ما تقدرش، ما عندكش الجرأة ان انت تغيرهم. ليه؟ لانك بس مش شاطر الا في التصريحات، في الاستفزازات، ترد وتطلع ووطنية وتعيط وتعمل الشويتين بتوعك والشو بتاعك، وكل ده اللي احنا بناخده بالمنتخب. انما لعب واداء ونتيجة ومنتخب مصر اللي كان اسمه بيرعب القارة الافريقية، يا راجل ده احنا مع الكابتن حسن شحاتة بلعيبة محلية كان يعني ريحة المحترف كان زيدان، وكنا بنعمل اداء وكنا بنعمل نتيجة على اعتى الفرق وهي بكامل نجومها ومحترفين في اعتى الدوريات، وكنا بنعمل عليهم اداء ونتيجه. ولما كنا بنخسر او لما كنا بنروح ضربات جزاء ما كناش بنبقى زعلانين، لان عارفين اللعيبه ادت ما عليها وعملت ما عليها. ليه؟ لان اختيارات صح، لعيبه صح، عارفه حجم وقيمه وتيشيرت منتخب بلادها. انما انت طالع كل شويه حزق، مقضيينها على الخط، حزق حزق في حزق في حزق، واعمل حتى النهارده حزق. طب هنستفاد ايه؟ ايه اللي استفاد؟ الكوره يا جماعه ما بقتش الكلام ده لا روح ولا قتاليه، لا الكوره دراسه علم. الكوره في حاجات اسمها تحليلات اداء، مقياس اداء، مقياسات بدنيه، قياسات فنيه، قياسات كل ده بقى في الكوره. استاتكس كلها بقت احصائيات. اللاعب ده، لا اللاعب ده ما اداش ما عليه النهارده، ايه نسب الاداء بتاعته، واشوف واقيم وحاجه. يعني الكابتن حسام ما عندوش كده، الكابتن حسام بيحب ويكره. لا مصطفى محمد هو ما انا ايه اللي بينه وبين مصطفى محمد مش عارف. مصطفى محمد مهما يكن، ما هو مصطفى محمد ما هو لعيب محترف، ما هو لعيب محترف. الراجل ده يعني لو وحش مش هيحترف، يعني معلش يعني. خليني ماشي معاك واحده واحده يا اخي. انا بعيدا عن اهلي وزمالك سيبك، كل طبعا عارف الانتماء، ولكن انت ايه اللي بينك وبين مصطفى محمد علشان تدمر نفسيه لعيب؟ النهارده يقول لك ايه، اهو بدا اهو اساسي، عمل ايه يا عم؟ هو انت عملت ايه من بدايه البطوله؟ اللعيبه نفسها كلها دي عملت ايه؟ زي ما قلت لك الفوز على كوتيفوار كان طفره، كان طفره بمجهودات فرديه ويعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. غير كده ما شفناش اي حاجه. فيا ريت يكون بقى عندنا، لو عايزين بجد نجيب ناس تشتغل نسيب لها وبعدين يتحاسبوا، نسيب لها تخطط وتعمل استراتيجيه وبعدين نحاسب بقى ايه لو في تقصير او اي حاجه. انما الكابتن حسام مين اللي هيحاسب الكابتن حسام؟ بالعكس كابتن حسام اشك ان هو اساسا هيكافئوه، هيخليه يستمر يبقى هو مدرب المنتخب في كاس العالم، وبالشكل والاداء ده انتظروا فضيحه كبرى كمان. حاجه برضو اخيره عايز اتكلم فيها النهارده. بصراحة في بعض من الجمهور المغربي كان متواجد، وكامل الاحترام والتقدير للجمهور المغربي اللي ساند النهاردة منتخب مصر رغم التصريحات الغير مسؤولة بتاع المدير الفني لمنتخب مصر. ولكن في لقطة بصراحة ما عجبتنيش من بعض الجماهير، علشان الناس ما تفهمش غلط، بعض الجماهير بس كده أثناء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، في صفرات استهجان وفي كلام ده ما ينفعش بأي حال من الأحوال. السلام الوطني لأي دولة لازم احترامه بكل الاشكال مهما كانت الاختلافات بين الشعوب، ومهما كان في تصريحات زي ما قلنا غير مسؤوله. طبعا في زعل وحقهم طبعا اللي اتقال عليهم، لانه بيقلل من بطوله هم نظموها بشكل كويس جدا بشهاده الكل. يا راجل ده بشهاده نيجيريا اللي اتغلبت نفسها من المنتخب المغربي، طلعوا هنوا المنتخب المغربي وقالوا كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله، المنتخب المغربي يستحق الفوز. وطلعوا الناس اثنوا على كل حاجه عملها المنتخب او عملها الاكاديميه المغربيه لكره القدم من وسائل الراحه اللي عملتها. ولكن كابتن حسام حسن يعني بتصريحاته خسرنا بعض من او كتير قوي من الجمهور المغربي. ولكن العيب يعني الوحيد او يعني العتاب الوحيد ان السلام الوطني لاي دوله هو يعني لازم يحترم تحت اي بند وتحت اي ظرف. لازم السلام الوطني لاي دوله، مش شرط بس جمهوريه مصر العربيه، ولكن احترام السلام الوطني ده واجب، وما كانش ينفع باي حال من الاحوال من بعض الجماهير الخارجه عن النص. طبعا الجمهور المغربي كله له كل الاحترام، ناس محترمه جدا جدا، ناس على اعلى مستوى من الاحترام. شفتهم والله عندي في التعليقات، ناس محترمه جدا وناس عقلانيه وناس بتفكر وناس مش واخده ان مصر هي اللي عملت كده، عارفه ان هو تصريح من شخص غير مسؤول. ولكن هي بس نقطه العتاب ان كان لازم يكون في احترام للسلام الوطني من بعض الفئه اللي كانت موجوده في المدرجات النهارده. ان شاء الله كامل التوفيق للمنتخب المغربي بكره ان شاء الله، ويتوج بالبطوله. طبعا المنتخب المغربي ان شاء رب العالمين
انا واثق ان هو ان شاء الله هيكون بطل النسخة دي. السلام عليكم.